عليكم. اليوم راح اسوي لكم طريقة عمل القشطة اللي هو الجيمر العراقي. هاي يعني عندي تقريبا لترين حليب مال دوار، فرغته هنا بالتبسيل. وهنا هم عندي قدر صغير مفرغته بيه، نخليه شوية يدفى. بعد ما يدفى نسوي الحركة اللي سويتها هسه أمامكم. هسه إن شاء الله شوية يدفى ونسوي المرحلة، ننتقل للمرحلة الثانية. هاي عندي قردة اللي هي هيفي كريم، إن شاء الله أشوفكم مرحلة مرحلة، خليكم وياي. وهذه موجودة اللي هي قردة بالليدل وب6 قروش تلقوها، واكو موجودة قالوا بالعراق بالمولات. هسه خلوكم ويانا نسوي هاي الحركة، ضروري نسويها بعد ما يدفى الحليب عندنا. نسويها في 6-7 مرات، ضروري انه هاي الحركة تسووها على مود تصير القشوة ثخينة عندكم مالت الجيمر مالت القشطة، لان اكو دول ما يعرفون شنو الجيمر، يعرفوها انه هي قشطة. كل ما تسوون اكثر كل ما تثخن عندكم، كل ما يثخن عندكم الجيمر اكثر. هسه نفرغ عندنا القردة، لازم نخليها هسه وياه على مود تصير سوا. أنا حقسمها يعني تعرفون هذا حليب ما خليته هواية قردة بيه، لأن هذا الحليب مال هوش مو مثل مال الجاموس. مال الجاموس يصير أثخن ما يحتاج أي شي، فعندنا هذا قردة خليت وياه على مود يثخن أكثر يصير. هسه كليته نخلطه سوا. وأتمنى الكل يستفاد من هاي الوصفات اللي دا أنزلها. وأطلب من عندكم طلب متابعيني أنه لا تنسونا بالتعليق واللايك ونشر الفيديوهات بين الأصدقاء والجروبات وياكم، واللي ما مشترك بقناتنا يشترك. أكون ممنونة من عندكم أحبابي. الله يسهل كل أموركم إن شاء الله بحق محمد وآل بيت محمد طيبين الطاهرين. هسه نخليه لمدة ساعة، نخليه لمدة ساعة على النار. وهذه بعد ما مر عليها ساعة وطيت النار على آخر شي، وطيتها للنار. وشوفوا شلون الفقاعات بدأت قامت تنشف عندي. نخليها لمدة ساعة بمكانها، ما نحركها على النار الما تنشف الفقاعات تماما عندنا. وهاي بعد ما خلص انتهى طفيت الطباخ، حخليه مكانه لحد ما يبرد وادخله للثلاجة. وهذا الجيمر صار هاي خليته بالثلاجة من البارحة، وهسه طلعته، وهسه راح اقسمه كليته بالمواعين. وهاي خلص الجيمر رتبته، شوفوا شلون طلع بلمين. وهذا الحليب وهاي المربى وهذا الدبس والعسل والصمون
والشاي ومكانكم خالي، وتمنيته قدامكم وسهمكم العافية، وأتمنى أنه تستفادون من هاي الوصفات اللي أنزلها، ولا تنسونا باللايك والتعليق ومشاهدة كاملة ونشر الفيديو بين الجروبات وأصدقائكم. مع جزيل الشكر، مع السلامة.